يا صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين على قلوبكم. تعالوا جيتكم فيديو كده خفيف، اتوقع 12 دقيقة فيه. تعالوا، هذا اخر الليل، اتوقع قبل الفجر بشوية. قعدت قلت بسوي اكلة كده خفيفة، لا بخبز ولا باي شيء، بس تقدروا تاكلوها بخبز على حسب، وتقدروا اصلا تاكلوها اذا باغي الرز معه او اي شيء. تمام. طلعت شو اسمه هذا، طماطم 2 حبتين، طماطم واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وبصلة كبيرة، وبشرتهم كده على المبشرة في المقلاة على طول عشان اطبخهم على طول. وطلعت هذاك في الصحن فلفل الوان. اسفة لاني ما اكتشفت ان الكاميرا مضبب، ما نظفت التليفون. انا اسفة والله، بعتذر منكم. المفروض اني انظف الكاميرا قبل ما ابلش اصور، بس نسيت، فبعتذر منكم. بس اهو بشرت الطماطم والبصل، وراح اخذهم على النار كده. والاكلة هذه بالنقانق. اهو طلعت قبل كده بنص ساعة النقانق، هي بسرعة تفك من التلج. كيس فيه 10 حبات، اخذت 5 وبعدين راح اخذ السادس. كده العين تاكل قبل البوق طبعا. وكده اقطعها مثل ما تشوفوا شرايح كده كده بسرعة بسرعة، يعني اكل اخر الليل هذا. قطعتها كده بالسكين وراح اقليها لحالها، النقانق لحاله والصلصة لحالها. راح تشوفوا كيف أكلة حلوة وريحتها مليت الشقة بالبهارات، تحفة تحفة، راح تشوفوا في الآخر. تعالوا كنا هنا على الطباخة أو البوتاجاز، وضعت الطماطم والبصل، وضعت ملعقة زيت أو ملعقة ونص، ما كتير زيت. تمام. هنا وضعت كمان طاسة تانية وراح أحط فيها زيت، وأحط النقانق تتقلى هناك. أهو. هنا أتوقع الإضاءة والتصوير أحسن من قبل، فسوري اسمحولي والله، ما أخذت، ما انتبهت للكاميرا أن مضبب أو كده. بهارات وضعت فلفل أسود، فلفل أحمر سبايسي، كزبرة ناشفة، شو اسمه، ملح، وزنجبيل مطحون. بس هذه البهارات. وهنا جبت الفلفل الألوان وقطعته كده مربعات صغيرة بالسكين. بس يعني في الطاسة في طماطم وبصل وفلفل ألوان وبهارات. بعد شوية راح أزود عليهم الثوم اللي فرزته معكم، راح تشوفوه كيف. يعني لا تلق ولا شيء، يعني يا دوب تلق شوية، وهذا هي آخره، يعني ما يتلق أكتر من كده. نشوف النقانق لما تستوي تطلع فوق، فحاولوا دايما تقلوها في مقلة تكون أكتر من نقانق. يعني جبت هنا كزبرة، أيوة، بقدونس وكزبرة، هذه أنا فرستها في الفريزر. وضعت كده شوي بس. شفتوا الألوان، أصفر وأحمر وأخضر. والله الكاميرا ضالمة. هنا أهو التوم، شايفينه؟ أهو هذا البرطمان الثاني اللي كان فيه أكتر من نص بشوية. شايفين النقانق كيف تطلع فوق تنفش. وزودت لها ربع كاس مي مغلية، ما كتير، بس كده شوية، لأن بس الطماطم والفلفل يدبلوا. شوفوا بالكاميرا الخلفية كيف، لأن الإضاءة عندي ما حلوة في المطبخ. شوفوا الألوان وشوفوا الصلصة. قربوا هالأكلة كتير حلوة ولذيذة وسريعة، يعني في ربع ساعة، ما بتاخذ وقت أبدا. هاي النقانق خلاص يعني، بس باقي لها بس كده ما لا 4 دقائق بس. تمام. هنا جبت الجرين تشيلي او الفلفل السبايسي، هذا الفلفل باكستاني، سبايسي يعني حراق بطريقة رهيبة.
الناس اللي يعرفوني يعرفون ان انا باكل الحراق بطريقة غريبة. فجبت لي كم قرن كده وقطعته بالمقص. يعني لو قطعتيه بايدك الله لو حكيتي عيونك خلاص رحتي. بس وهنا كمان نقانق طلعتها من الزيت ووضعتها على الصلصة. احكولي على الالوان، الالوان تحفة. كمان هنا طلعت البيض، راح احط بيض كأنها شكشوكة او ما اعرف شو تسمونها، يعني حاجة مثل كده. وعندي شوية موتزاريلا والله يتامى في الفريزر، قلت والله لا احطها فوق البيض. ليش؟ يعني ليهم فترة. وفوق كل صفار بيض وضعت كمون، تعرف الكمون يعني يقضي على ريحة البيض. ووضعت بقي شوية كانوا عندي في الكيس موتزاريلا وضعتهم من فوق بس. ووطيت النار خليتها أقل من الشمعة. هنا خلاص استوى، عشان تستوي البيض بالبخار فاهمين، لأن ما في وقت صلصة. هنا خلاص الجبنة ساحت والبيض استوى. وأنا أحب البيض يكون مطبوخ، بس صفار البيض أحبه نص سوا، يعني ما أنه ما مستوي ما مستوي، بس أحبه كده يكون شوية كده ما مستوي، نفس الطريقة هذه. بس كده خلصت الأكلة. أنا ما أكلت بالخبز صراحة، أكلت كده بالشوكة، نفس ما طلعت معاكم راح تشوفوني كده أكلتها، يعني ما لا بخبز ولا بأي شيء. شوفوا بسم الله ما شاء الله، أكلة سريعة. ولو عندك أطفال راح يشوفوا بس شكل الجبنة والبيض راح يحبوها ويأكلوها. بس انتم طبعا لكم حرية الاختيار في الأكل الحراق أو ما حراق. أتوقع في ناس ما بتاكل شي سبايسي. بس شوفوا كيف بسم الله ما شاء الله الألوان من داخل، الطماطم والفلفل الأصفر والأحمر والأخضر. صراحة أكلة سريعة وحلوة وريحتها ملت الشقة. بس هذه هي، يعني أنا ما أكلت يعني الصبح أكلت دايما بشرب نسكافيه وباخذ معاه خبز بجبنة. بس كان عندي شغل اليوم سوري، كان عندي شغل فما أكلت. فخلاص لما جيت أنام حسيت نفسي خلاص تعبانة بغي. أحيانا لما تكونوا جوعانين ما يجيكم نوم عن جد والله، البطن لما تكون فاضية ما يجيك نوم أبدا. تعبانة وأريد أنام بس ماشي نوم لأن بطني فاضي. فقلت بس أسوي أكلة سريعة كده، وهاي الأكلة نقانق بالبيض بالطماطم والفلفل الألوان. موتزاريلا هذه أنا وضعت، أنا متعودة دايما أسويها، ما أسوي موتزاريلا فيها. بس حصلت هذا شوية كده في كيس، قلت أحطهم ليهم كم أسبوع وهم في الفريزر فخلاص. بس كده خلصت الأكلة، راح نروح نشوف شو العصفورين اللي ضربتهم حجر واحد. شوف ما شاء الله الجبنة كتير حلوة هذه، وكمية ما شاء الله. تعرف الكمية هذه في المقر راح تمسكني يومين 3 كمان، يعني كمية بسم الله ما شاء الله. 4 بيضات اهو. انا اكلت في الصحن والباقي خليته برا، فاتحة انا شباك المطبخ، يعني ما شاء الله صار الجو حلو فما يصير لها شيء. اول ما اصحى الصبح ادخلها على الثلاجة وخلاص، يعني ممكن اتعشى بيها بالليل. يعني شفتوا انا بفرشيكم اني احب البيض كده يكون الصفار. بس كده حبايب قلبي، تعالوا ندخلوا على بقية الفيديو. تعالوا تمام. دخلت هنا على غرفة النوم، جبت ماكينة الفيشل اللي هي ماكينة البخار للوش. تمام تعالوا. هي هذه الماكينة هي صديقتي مصرية جابت لي اياها من 2 أو 3 أتوقع. والله أنا لي كم شهر ما استعملتها. فشوفوا فيها ما متوسخة، بس عفر التراب كده، شوية تراب ما كتير. عندي جبت التيشو جنبي عشان شوفوا هذا لما استنشق تستنشقي بأنفك وبفمك عشان شو الحلق، فممكن ينزل معك شيء من أنفك، فحطي جنبك تيشو أو أي شيء. تمام. جبت عندي هذا إكليل وزعتر جبلي. تمام.
هذه في العلبة إكليل وزعتر. تمام. راح احط كمية. ديروا انا شوفوا براقب لان هي يعني صغيرة، لازم تحدد دي الكمية. اهو بس كده. بشوف الريحة، بعشق ريحة الإكليل والزعتر والله، ريحته تحفة تحفة تحفة. كمان راح زود عليه ملح. تعرفوا عاد الملح للأنف وللحلق أي شيء راح تستنشقيه حطي فيه ملح. من غبائي جايبة هذا العلبة الكبيرة ولا كب منها على التسريحة وعلى الأرض. وضعت المهم ملعقة صغيرة. طبعا لما تستنشقوا بيصير معاكم حرقان قوي، فتحملوا. هذا مفيد كتير ليكم لو داخلين على دور برد أو زكام. أنا حلقي منتفخ. لو لاحظتوا إن حلقي منتفخ، عندي التهاب في الحلق، هذه تاني مرة تصير معي. يلا الحمد لله على كل شيء. قبت راح زود مي وبس خلاص كده. ما صورت معكم كيف استنشقت وكيف عملت، ما حلوة قدام الكاميرا. بس هذا فيديو جيتكم فيديو خفيف كده آخر الليل. شوفوا الغباء مالي، نسيت الغطاء. بس حبيت يعني ما أغيب عنكم وانزل لكم فيديو كده خفيف. شوفوا هنا الغطاء فيه زر هنا للتحكم، انك تتحكمي في كمية البخار اللي تطلع لك. شوفوا، تريدوا كتير او شوي، هذا تتحكموا في الكمية بس. كنت اقول اني ما حبيت اغيب، جيتكم فيديو كده قصير وخفيف، وجبة اخر الليل وبس. سويت هذا عشان لاحظوا في الصورة ان حلقي واجد منتفخ. اجلس نازلة على الزر هذا لان يصير لونه اخضر وبس كده. راح يبلش البخار يطلع، وتحطوا وشكم في هذيك البلاستيك وخلاص. لا تضغطوا لا بفوطة ولا اي شيء. بس حبايب قلبي هذا الفيديو اللي جيتكم به اليوم. يلا مع السلامة، اشوفكم فيديو جديد.